يأتي الشيخ أو بالأحرى العزام أو بدون ملاطفة الدجال إلى عملية قد تكون واضحة ودقيقة: آلة جيدة، حفارون قادرون، أرض على ملك أحدهم، دولة تقنن ذلك، ومجموعة متفقة بلا خلافات، فيعتمد على خبثه من جهة وجهلهم من جهة أخرى، ويتوجه إلى مكان الدفين رفقة كتيبة من الجن، وتنطلق عملية مجانية في أغلب الحالات. أغلب الكنوز غير مرصودة، ولذلك ينجح من لا يعتمد على شيء في إيجادها واستخراجها وتملكها. في صورة الرصد، فإن فك سيطرة الجن الحارس تكون بالقرآن والآذان لا بالتفاوض، لأن هذا سيوقع الإنسان في أعمال تسقط دينه فتزول حصانته الإيمانية، ويطفئ طاقته فيضعف هالة طاقته التي تحميه، وبالتالي سوف يصعب استخراج